يمكن كمان نسيت في التقرير انت واخد 2 افريقيا. 2. انا لعبت يعني 2008 في غانا كنت موجود. كنت موجود، انا لعب 4 ماتشات. بس يمكن 2006 كنت 2006 كنت ظاهر اكتر. انا 2008 على فكره يا كابتن انا رايح مع المنتخب وانا مصاب. يعني انا كابتن حسن شحاته خدني معاه وانا مصاب. انا كنت اصلا المفروض ان يعني انا المفروض اصلا ما كنتش هروح. انا جه كلمني كابتن شوقي غريب قبل ما يسافروا باسبوع. يعني كنت بتنزل الشوط الثاني؟ كنت بنزل اخر ربع ساعه. فاكر. حتى كان كابتن حسن كان بيتفائل بنزول يعني في اخر ربع ساعه، زي ما كان بيتفائل في 2010 بجده. ايوه صح، ايوه بالظبط كده. ف يعني انا 2008 على فكره ما كنتش موجود اصلا مع المنتخب. يعني هما جم لان كنت انا في تركيا، كان عندي جالي جزع في انكل رجلي، فقعد فتره كبيره كان عندي زي تمزق بسيط يعني، بس مش من الدرجه الكبيره يعني. فجه كابتن شوقي غريب وكابتن حسن كلموني وقالوا لي لا احنا محتاجينك، ما فيش عندنا مدافعين خالص. كان ساعتها ما فيش غير هاني سعيد بس. فالمفروض ان انا كنت رايح وهبدا في الفتره كان هي كمان حظك ان هاني سعيد كمان عمل احلى بطوله في حياته. حياته. هو هاني ما شاء الله فبالتالي خلاك ان انت ما تلعبش. هو طبعا نصيب في الاول والاخر يعني. انا حتى يمكن يعني قلت ان كنت رايح المفروض ان انا هبدا اول مباراه، بس كابتن حسن قال لي لا الماتش دوت فهاني تألق، مش هتبداه وهتبدا من المباريات الجايه تبقى اساسي. فما شاء الله هاني سعيد ادى البطوله، كان كويس جدا ما شاء الله عليه. صحيح، احلى بطوله في حياته. خلاص يعني يعني هو في الاول والاخر نصيب يعني. حتى انا يمكن يعني حتى قعدت احسبها مع نفسي ان انا ما كنتش موجود اصلا مع المنتخب. يعني انا كفايه ان كابتن حسن كان عنده ثقه كبيره جدا والجهاز الفني ان انا اكون معاهم في السفريه. ارجع لك يا ابراهيم، انت رحت الاهلي وعندك كام سنه؟ انا رايح وانا عندي 9 سنين. 9 سنين؟ مين اللي وداك الاهلي؟ والدي. لوحدك كده؟ اختبارات؟ على فكره انا رحت الزمالك اصلا قبل ما اروح الاهلي. بتتكلم بجد؟ والله. لا انا بص يا كابتن، والله انا يمكن انا في كلام انا اول ما اتكلم فيه. يا ريت. انا لحد ما قبل ما انضم النادي الاهلي انا كنت زملكاوي. والله العظيم. انا خلاني كلهم زملكاويه، ومعظم عيله والدتي كنت مرتبط بيهم جدا، وخلاني بالذات فخلاني كلهم زملكاويه. فكنت مرتبط. حتى يمكن كنت زمان كنت بحب كابتن حماد عبد اللطيف. كابتن حماده. بس كنت صغير قوي ساعتها. كنت بحبه جدا. كنت 8 سنين مثلا و7 سنين يعني في يمكن يعني حوالي 6 سنين او 7 سنين كده. على فكره انا كان اسم كابتن حماد عبد اللطيف كان على طول في وداني. يعني هو كابتن طارق يحيى، لان كابتن طارق يحيى كان مشهور بالكروسات بتاعته، وكابتن جمال عبد الحميد. بس اللي كان معلق معايا قوي كابتن حماد عبد اللطيف. فجيت عند سن 8 سنين كنت انا بلعب في الشارع عادي. فالناس رحت مع مركز الشباب الاماريه، كان في مباراه وديه كانت ضد الغابه. نادي الغابه اللي هو في مصر الجديده. اللي هو في مصر الجديده. دي كانت البدايه بتاعتي. فرحت لعبت ضدهم، حطيت جونين. كنت بلعب، انا كنت بلعب راس حربه. انا البدايه بتاعتي راس حربه، مش مدافع خالص يعني. انا كنت عمري ما اتخيل في حياتي ان انا مدافع. تمام. انا لحد 16 سنه كنت راس حربه. ده احنا هحكي لك قصه، كمل بقى. وبعدين فالمهم ان انا جيت في المباراه ديت، الحمد لله ربنا كرمني حطيت جونين. فنادي الغابه كان عايز يشتريني، يدفع لوالدي 5000 جنيه ان هو ياخدني، وبعد كده هيبيعني بقى الاهلي او الزمالك وكده. فوالدي كبرت في دماغه الموضوع. فقال لي خلاص لعيب جامد بقى قال لي طب كويس، لا طب ما تيجي تروح الاهلي. فقلت له انا عايز اروح الزمالك. ورحت الزمالك، قعدت شهر بالظبط مع كابتن عمر النور. تمام. قعدت شهر بالظبط، وطلبوا من والدي الورق بتاعي وكل حاجه. والدي ما وافقش، حتى يمكن قعدت سنه لحاجه. والله والدي متعصب. والدي متعصب اهلي بشكل غير طبيعي. وبعد كده راح مرضاش. بعد كده رحت بعدها بسنه الاهلي. كان كابتن امين عرابي، وكان كابتن عمرو ابو المجد. ووافقوا عليك على طول؟ على طول. انا على فكره ما اختبرتش غير اختبار واحد. شافوك قالوا لك على طول؟ يعني انا شافوني في التقسيمه دي. ما كانش على فكره كابتن يعني هو الحظ، والله يمكن دي حاجه انا اول مره اقولها. ان كنت ساعتها انا كنت اخر واحد في التقسيمه. يعني انا اخر واحد نزل التقسيمه، لان انا رحت متاخر. كان ساعتها انا رايح النادي، فرحت متاخر. فالمهم كانت بدايه بقى الاختبارات انتهت والكلام ده. فكان انا فاكر اللحظه دي على فكره قوي. كان كابتن امين عرابي، ويمكن اخو كابتن اسامه عرابي. اخو كابتن اسامه عرابي. وكان كابتن عمرو ابو المجد. كانوا خلاص بيلموا الورق بتاعهم. دكتور عمرو ابو المجد كانوا بيلموا الورق بتاعهم. انا ما انساش الموقف ده ابدا. فخلاص بقى اللي هو الاختبارات خلصت والكلام ده. فالمهم حصل موقف. دي كانت نقطه التحول في حياتي. فشوت كوره، كان في ولية امر واحد من اللعيبه اللي كانوا بيختبروا، جت في وشها فاغمى عليها. يا نهار ابيض، والله ما بهزر. الموقف ده على فكره. وكان عندك 8 سنين ولا 9 سنين؟ كان عندي 8 سنين. يعني شوت كوره جامده. شوت كوره قامت جايه في وش الست دي فاغمى عليها. فابتدوا ينتبهوا لايه اللي حصل يعني. فالناس اتكلمت ان الولد ده شاط شوطه جامده، فالست دي اغمى عليها. وبعد كده كملت اختبارات، ابتدوا يتابعوا
عينيهم فيا. شوفوك ايه بقى ده مين فشافوها يعني شافوني وكده فذهولي يعني ما كانوش متخيلين ان حد في السن بالشكل دوت. فساعتها قاموا نادين عليا، قالوا لي تعالى، قعدني على جنب. قاموا قال لي فين والدك؟ فقمت منادي والدي، قاموا جايين قالوا احنا عايزين الورق بتاع على طول. كان جيلك مين بقى في الاهلي؟ كان هاني سعيد، اسامه حسن، حسن مصطفى. اسامه حسن باكليفت طبعا. واسامه بقى زملكاوي كمان. اسامه انا مش عارف. اسامه اصلا على فكره اعتقد ان هو زملكاوي اصلا اساسا. يعني فعلا هو قبل ما يروح النادي. على فكره في لعيبه كتيره هما زملكاويه وكانوا في الاهلي، واهلاويه كانوا في الزمالك. وكان في لعيبه لسه مبطله قريب. بركات. بالعكس، بركات زملكاوي. بركات زملكاوي رهيب جدا. بس مراحل واهله كمان على فكره، واخوه وائل جمعه اعتقد كان زملكاوي والله. ياه والله يعني ده اللي انا عرفته. والله انا اعرف انا اعرف ان محمود فتح الله كان اهلاوي. محمود فتح الله اهلاوي، واللي انا بوصل له بس لسه ما اتاكدش من النقطه دي عمرو زكي ان هو اهلاوي، يعني ان هو كان اهلاوي بقى زملكاوي يعني لسه مش متاكد منها بس هجيبها يعني. بس على فكره عايز هو على فكره الموضوع عادي طب انا كنت وانا صغير ابويا كان اهلاوي جدا، كنت بروح ماتشات الاهلي وانا صغير. مش شرط، بس هو يعني هو انت اهم حاجه ان انت المكان اللي انت اول ما بتخش المكان وبتحبه، بس دي اهم حاجه. بس انت مثلا مختلفه هي شويه، يعني كنا دخلنا مع بعض على التليفون قلت لي اقسم بالله انا زملكاوي جدا، بس انت من 9 سنين لغايه كام سنه في الاهلي؟ انا من 9 سنين لحد 2004، يعني حوالي 15 سنه. 15 سنه جوه النادي الاهلي؟ وقعدت في الزمالك قد ايه؟ قعدت في الزمالك 2.5 سنين بالظبط. بس بالظبط. طب ايه يعني برضه منطقيا انا بقعد افكر مع نفسي كده. على فكره الموضوع مش موضوع ان انت ممكن تقعد وقت قد ايه، تقعد قد ايه على فكره خالص. طب اقول لك حاجه، مش مقياس على فكره. اقول لك حاجه غريبه جدا. حسام حسن زملكاوي. حسام حسن يعني هقول لك على حاجه، يمكن يعني حسام حسن ده بقى قعد عشان لا الناس يعني ايه احترمته وعرفت قيمه الشخص دوت. فانت لما حد بيعرف القيمه بتاعتك وبيقدرك وبيحترمك، فانت من الطبيعي ان انت لازم تحبهم وتحترمهم. طب انت ايه اللي خلاك يعني في 2.5 سنين تحب الزمالك؟ عشان قربت للجمهور عن طريق الفيسبوك وتويتر والكلام دوت. فلقيت ان الموضوع مختلف تماما، يعني لقيت الناس بتقدرني وبتحترمني، ويعني كان كفايه بس ان في جمله اتقالت لي، يمكن هي دي كانت نقطه التغيير، ان انا اقرب لجمهور الزمالك. ان احنا بنقدر اللعيب اللي لبس الفانيلا بتاعتنا. دي كانت بالنسبه لي كانت نقطه تحول بشكل كبير. برضه انت 15 سنه عشره ولعيبه طب ما انا بقالي 8 سنين، انا بقالي حوالي 8 سنين يعني متقرب جدا لجمهور نادي الزمالك. يعني الموضوع مش شرط ان انت لعبت او يعني انا حسيت ان انا يعني ليها قيمه عند الناس دي، رغم يعني وده برضه منطقي وطبيعي، رغم ان انت ايام ما كنت تلعب في الاهلي كان مشاكلك كتيره مع جمهور الزمالك. ودايما النجم كده على فكره، ده شيء طبيعي. شيكابالا برضه ما هو عنده مشاكل كتيره مع الاهلي، عماد متعب مثلا، يعني دايما النجم حماد عبد اللطيف يعني انت بتحبه. يعني ده شيء طبيعي ان انت يعني بيبقى الخصم بتاعك بيبقى ضدك. طب اقول لك على حاجه يا كابتن، انا حتى كان موضوع الاسماعيلي يعني يعني الاسماعيلي انا كان اصعب من جمهور الزمالك